رمضان كريم حباب لاله مولاتي على قناتها الشاطرة. اليوم ان شاء الله غنشاركوا معكم عجينة الكيش والبيتزا والحشوات اللي ممكن نديروها. العجينة ديال البيتزا صراحة سهلة، درنا فيها غير شوية ديال السميدة او القبع حسب الموجود، وشوية ديال الزعتر، الخميرة ديال الخبز، شوية ديال المليحة، جمعها بالحليب. انا جمعتها غير بالحليب ديال العادي السائل او البودر على حساب، وشوية ديال الماء يكون دافي شوية. فهنايا كنديرها غير نص طيبه وكنخليهم في الثلاجه او في نفس النهار نعمرهم على حساب كل واحد. بالنسبه لعجينه الكيش فهي سهله جدا وما غتندموش عليها في الصراحه، خاصها الدار دائما تكون سواء في رمضان وماشي في رمضان. غير عندنا الفرص مع مارغرين، ترملوا هذيك العجينه، تزيدوا عليها مليحه ونص خماره 4 غرام ديال الحلوى ديال الخميره ديال الحلوى. فهاد الطريقه هنا كديروها، وباش تضغطوا عليها كتشدوا غير القالب من القوالب وتضغطوا عليه بشويه ديال الدقيق وتضغطوا عليه ويعطيكم هذا الشكل. هنا ما كانش عندي اللوبيا درت غير الفول هو اللي كان واجد. انا شفتوا جا شكلها واعر بزويتينات بلا صوص ديالها بالعادي، يعني اللي كل واحد كيعرف ليه. هنا ان شاء الله غنديروا بالنسبه للكيش غنديروا زويتينات الخضرين والكحلين ومحمرين شويه، مشرملين شويه بشويه الحرور والطون. صافي هادشي اللي كاين. وغنكونوا في نفس الوقت وجدنا لاباراي ديالهم اللي هي كتحتاج جوج ديال البيضات مطربين وزينين عليهم واحد الكاس ديال القشطه الطريه. وهنا غنبداو نعمروا هاد الحشوه بالاباراي ديالها، فنحاولوا ما نخلوهاش عامره الفوق، حتى لو كانت نحاولوا تنقصوا منها في حاجه اخرى. المهم راه غير نص كاس. انا صراحه درت كاس جاني الخليط كتير. فهنا كنحكوا عليها فخوماج صفر او الحمر كل واحد واش كيسميه، وندخلوه الفران. قبل ما تخويو هاد لاباري خاص يكون الفران عندكم سخون باش دغيا طيب لكم، ورا ما كتاخذش وقت. والصراحه شكلها كيشهي وكتجي بنينه وهشه. شي العجينه هذيك راه ما كتحتاج من كتبغي ديريها، ما كتحتاج لا ديري لها لا دقيق لا والو، فهي كتكون جامعه راسها. حتى القوالب اللي كتعمريها فتا هي ما كتحتاج انك دهنها. شو شكلها كيجي خطير وبنينه. عرفتوا في البنه راه ما نقولش لكم خطيره. بغيتكم تجربوها لانه غيكون واحد الطبق اللي هو ساهل في رمضان. وكنتمنى لكم انه رمضان يكون لكم الصحة والسلامة والرزق الكبير وراحة البال، وعلى جميع المغاربة في المكان في المغرب أو خارج المغرب، وجميع المسلمين في المكان.